يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تحضروني. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. بفيديو اليوم رح نحضر مع بعض اللحمة بالصينية وكرات اللحمة باللبن بطريقتين ولا أشهى من هيك. طبعا اليوم جمعة العيلة لهيك رح أعمل كمية كبيرة. إن شاء الله يا رب الفيديو ينال إعجابكم. قبل ما تشوفوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم دايما كل الفيديوهات الجديدة. يا سلام، تاكلوا معاها مخلل خيار. رش دوقي لنا اياهم. والله كتير طيبين. هلا هون جهزت كل المكونات اللي رح نحتاجها ويلا سوا نشوف كيف طريقة التحضير. هلا بما انه اليوم في اجتماع للعيلة لهيك رح نعمل كمية كبيرة. عندي هون 3 كيلو من لحم الخروف. رح ضيف لهم 3 جرز من البقدونس المفروم والمغسل وصفيته يعني قدر الامكان حتى ما يطلع منه سوائل. عندي هون ربع كيلو من لية الخروف. بما انه اللحمة معنا مدهنة كتير لهيك لازم نضيف لها دسم. عندي هون 3 حبات بصل متوسط الحجم مبروشين برش ناعم. ولهي الكمية من اللحمة منضيف لها ملعقة طعام ونصف من الملح الصخري وملعقة طعام ونصف من الفلفل الأسود. وأكيد فيكن تضيفوا أي نوع بهار انتو بتحبوه، بس أنا ما حبيت ضيف غير ملح وفلفل حتى هيك تظهر نكهة اللحمة أكتر. أحيانا ممكن نضيف معجون طماطم، ممكن نضيف كم حص توم مهروسين، ممكن نضيف بابريكا. طبعا هذا الشي بيرجع لكم حسب الرغبة. بنحاول هيك نعجنهم كتير منيح لحتى تتوزع كل المكونات وتصير عنا عجينة متجانسة. هلأ هيك صاروا جاهزين. رح أقسم الكمية ل3 أقسام. رح مد صينيتين مد ورح أعملها لحمة بالصينية، والقسم الثالث رح نعمله كرات باللبن. هلأ هون مثل ما شايفين صينيتين مديتهم بهالشكل. بتقطعون حسب الرغبة، يعني كيف ما حبيتوا تقطعون بتقطعون. نحن هيك العادي منقطعهم بهذا الشكل. بحمص نحن منسمي هاي الأكلة مدي، وبالشام بسموها اللحمة بالصحن، فبشكل عام بنسميها لحمة بالصينية. رح اوزع عليها شرائح البندورة. فيكن تعملون مدورين، فيكن تعملون بهذا الشكل، طبعا هذا الشي بيرجع لكم. وبتحطوا فلفلة خضرا، بصل. عندي هون البطاطا قشرتها وقطعتها لدوائر وحطيت لها رشة زيت زيتون ورشة ملح ورشة فلفل. بنحطها هيك على داير الصينية. أول شي بتعطيها نكهة كتير طيبة، بتطلع نكهة البطاطا يعني لسه أطيب من اللحمة. تاني شي بتعطيها شكل حلو، شايفين ما أحلى شكلها طلع. ورح نرجع كمان نعمل الصينية التانية بنفس الشكل. ما شاء الله صاروا جاهزين، شايفين شكلهم كتير كتير حلو. القسم الثالث رح نعمله كرات باللبن. وفيكن كمان تعملوه بصوص البندورة، بصير مثل الكباب الهندي. انا منزله مسبقا وصفة الكباب الهندي، للي حابب يشوفها رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. هلا سويت حجم الكرات وسط، ما خليتها تكون كتير صغيرة او كبيرة. بس بدكم تعملوا حساب انه هني رح يرجعوا يصغروا ويقل حجمهم بعد السويان، لانه نسبة الدهون اللي فيهم كبيرة وبدها تذوب، لهيك ما رح يضلوا بحجمهم. هلأ هون جهزوا عندي كل صواني اللحمة بالصينية وكرات اللحمة. هلأ رح احطهم بالفرن على الرف السفلي. شغال الحرارة من الأعلى ومن الأسفل. تقريبا بتاخد ساعة بالفرن. إذا حابين تكون أرطب من هيك بتزودوا كمية البندورة فوقها وبتعملوا لها صوص بندورة. هلأ هون استوى عندي ما شاء الله طلعوا بشهوا. وهلأ حطيت كرات اللحمة كمان رح تاخد نفس الوقت. ما شاء الله طلعت مثل الكباب، شي بشهي. فيكن حتى هيك تعملوها وتاكلوها جنبها بطاطا مقلية ومايونيز، كتير كتير طيبة. هلأ هون رح جهز اللبن. عندي 4 كيلو من اللبن. رح فضيهم بالطنجرة، يعني تقريبا كمية اللبن هي لكيلو 200 غرام من اللحمة. رح ضيف لكل كيلو لبن ملعقة طعام من نشاء الذرة أو الكورن فلاور، يعني 4 ملاعق طعام لهي الكمية. وكمان رح ضيف بيضة. البيضة بتساعد على تماسك اللبن، ما تخافوا أبدا من إضافة البيضة، بالعكس بيطلع قوامه كريمي وغير شكل. نخفقن كتير منيح. فيكن تستخدموا المكسر وفيكن تستخدموا الخفاقة اليدوية. أنا دائما بخفقن على إيدي وبيطلع اللبن بشهي،
شايفين؟ مهم انه ما يضل فيه ابدا اي حبيبات، وبنخفقه بدون اضافة مي. هلا بنحط اللبن على النار وبنحط كمان مي بنخليها حتى تغلي وتسخن. اذا احتجنا بنضيف. بنبلش نحرك اللبن بهالطريقة هاي لحتى يغلي. هلا هون مثل ما شايفين غلي. اهم شيء انه نضلنا عم نحركه حتى ما يفرط. شايفين غير شكل. وهلا رح ضيف كرات اللحمة لللبن، بنخليهم هيك يغلوا مع بعض تقريبا شي 10 دقايق وبعدين بنطفي النار. بما انه اللحمة مستوية فما في داعي ابدا نخليهم فترة عم يغلوا على النار. وهون مشان ناخد نكهة كتير طيبة بنحط شوية لبن بالصينية اللي عملنا فيها الكرات، وبناخد الخلاصة اللي تركتها اللحمة. كتير بتعطي نكهة طيبة للبن. بهاي المرحلة فيكن تتحكموا بسماكة اللبن. إذا لقيتوا إنه اللبن بحاجة لمي كتير بتضيفه، إذا ما لقيتوا بحاجة ما في داعي تضيفه. هلا أنا ضفت شوي صغيرة، لقيت إنه ما في داعي إني أضيف كمية كبيرة. حسيت هيك قوام اللبن صار كتير تمام وممتاز ما شاء الله. هالأكلة رائعة وبتشهي كتير، خاصة هلأ بالشتوية على البردات يا سلام. وهلأ رح ضيف ملعقة صغيرة من ملح الطعام، طبعا انتو بتضيفوا الملح حسب الرغبة، ومنحركهم لحتى يذوبوا. ومثل ما قلت لكم قوام اللبن انتو بتتحكموا فيه من خلال كمية المي وكمية النشا. اذا حابين تسمكوه لقيتوه ما سميك، فيكن تذوبوا معلقة نشا بشوية مي وتضيفوهم مع التحريك المستمر حتى تحصلوا على القوام اللي انتو بدكن اياه. وهلأ بعد ما جهز كل شي صار وقت التقديم. عم بسكب الأكل مثل ما شايفين. عملت جنب هاي الأكلة الرز اللي مفلفل بالشعيرية، وطبعا كمان الرز طيب جنب اللحمة بالصينية. إذا حابين تشوفوا طريقته رح أترك لكم طريقته بصندوق الوصف، بس مشان ما أطول الفيديو عليكم. هون سلفتي عم تساعدني بتحضير السفرة، الله يعطيها ألف عافية. حطينا الرز وحطينا سواني اللحمة، وبنقدم كمان جنبهم المخلل وصحن خضرة هيك مشكل، خيار وبصل وفليفلي ونعناع وبقدونس وليمون. وهيك كان غدانا لليوم، الله يديم النعمة يا رب. كتير عجبون وكتير انبسطوا بالأكل، وأنا كتير انبسطت إنه عجبون، لأنه وقت الواحد بيعمل لقمة طيبة والكل بينبسط كتير شعور حلو. وهلأ صار وقت التذوق. شايفين ما شاء الله على هالرز، كل حبة بحبتها مفرفد ومفلفل غير شكل. فيكن كمان تقدموا جنب هاي الأكلات الرز الأبيض بدون شعيرية، كمان منزلة طريقته. إذا حابين تشوفوها رح أترك لكم طريقتها بصندوق الوصف. وهلأ رح ندوق. عن جد خرافية، طرية ومسقسقة من جوا وغير شكل. وفيكن كمان تاكلوها هيك بالخبزة، كمان كتير طيبة. تاكلوا معاها مخلل خيار، يا سلام، شي شهي جدا. وجنبها كمان مخلل لفت، هذا شغل الايد. اذا حابين تشوفوا طريقة المخللات رح اترك لكم الطريقة بصندوق الوصف. وهون هاي الكرات اللحمة باللبن والرز، ولا اطيب ولا افخم من هيك. هاي اكلة سلفتي المفضلة يا عيني، لهيك حبيت اعملها اياها اليوم. وهلأ رح نشوف ردة فعلها. رشروش دوقي لنا اياهم. كيف رشروش؟ والله كتير طيبين، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي، قلبي صحة وهنا على قلبي. وهون المسا بعد ما ريحنا وخلصنا شغل، جهزت السهرة، حلويات جاهزة وشوية نقرشات وأطيب كاسة متي مع حماتي وسلعفة. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. بتمنى يكون نال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.